ما تستناش مستثمر. محدش هيبيع لك فكرتك، انت اللي هتبيع فكرتك بنفسك. حاتم السكري خبير استراتيجي في الالعاب المائيه ولا منطقيه؟ شهاب الحديدي صعوبتها في سهولتها. دي لعبة بره البرطمان. كل متسابق قدامه برطمانين، واحد فيه حاجات عشوائية والتاني فيه أوصاف غريبة قوي. كل حد من اللعيبة هيسحب حاجة من الحاجات العشوائية ويسحب من البرطمان التاني صفة غريبة، والدور عليهم هما الاتنين انهم يقنعونا بمنتجهم وليه هو احسن من المنتج التاني. استك. استك بيصور حلو. طيب انا بني ادم بجد بحب اتصور كتير قوي، واوقات كتير قوي ببقى يا اما مثلا مش معايا الموبايل دلوقتي، يا اما الموبايل الكواليتي مش تعجبني، يا اما مثلا السكرين مخبوطه، يا اما انا مش عارف مثلا امسك الموبايل كده. طب انا لو معايا استك وعامله كده مثلا، معايا استك مثلا، يعني فاهم، الاستك حل خفيف. حتى الموبايل ممكن يبقى تقيل في جيبك. انا مثلا لابس بنطلون دلوقتي ضيق قوي من فخادي، فانا اصلا مش عارف احط الموبايل فيه. بتكلم بجد والله. ففكره الاستك اللي هو بس مثلا عامله كده او كده، او مثلا طالما نجيبه كده، ففكره ان الاستك اللي بيصور حلو ده اجمد كتير قوي من صحابك. يا جماعه لا، ديد سبيس المشكله احنا اصحابنا ما بيصوروش حلو بجد. فالاستك الجامد بيصور حلو ده انا اشتري وابيع الاثنين. باكت شاي. الله العظيم. باكت شاي بيلعب موسيقى. انت دلوقتي قاعد زهقان متضايق حزين، قاعد في المترو، قاعد في المواصلات، عايز تسمع اغاني، لسه بقى تشغل الكاسيت ولا تشغل الراديو ولا تستهلك بطاريه موبايلك؟ مفيش الكلام ده. باكت شاي تخرجه من جيبك، تسمع مزيكا، تقفله، ترجعه في جيبك، مش هتحتاج حاجه تاني، مش هتحتاج تتكلم مع حد اصلا، الموضوع انتهى. باكت شاي بيلعب مزيكا. دلوقتي هتبدأ المناقشة. لا اتفضل. انا ما انت بقى كل اللي انت قلته ان انت واحد بيحب التصوير، افرض انا ما بحبش التصوير، بيع لي المنتج اتفضل. مش حد ما بيحبش الصور. لا عادي على فكره. وبعدين بجد سؤال، هتسمع مزيكا ازاي باكت شاي؟ شغال زي الصب. لسه هتشغله كده. الاستيك ممكن يتقطع. طب ما هو معلش يعني، طب ما هو الشاي ده ممكن يبقى شاي مغشوش، ايه علاقه؟ ماليش دعوه. ممكن يبقى فيه شريط خشب عادي. ماليش دعوه حلو يا عم. كده؟ يا عم ماليش يا دعوه. عم ممكن تبقى شركه وحشه. هل المنطقي ان انت تبقى قاعد وسط الناس تعمل كده؟ لا اطلع وسط الناس استيك وأنا جاي متصور، ده المنطق. طبعا بديل السيلفي ستيك. طب ما تصور ايه الهبل ده؟ تصور بديل بموبايلي يا السيلفي ابني، اتصور بموبايلي. لا، طب بص. سؤال، افرض انا في حاجه فيها موفمنت. حاجه فيها موف، رد بقى. هتشوط الصوره يعني. احنا بنتكلم في الصوره، انا هستلم الصور ازاي من الاستيك؟ اير دروب. ايه يا عم انا سامسونج. ما انا مش عايز اعمل اشكال وسخه ازاي. شفت انت بقى؟ كده خسرت قاعده كبيره من الجماهير. منطق ان انا اعمل كده ولا اجيب موبايل لا اتصور لا بيه؟ فعلا منطق تطلع تفلت شاي من جيبك بس. طب احنا دلوقتي بنتكلم في منطقي تعمل نقطه. كده. احنا دلوقتي مش مش لازم هسيبها شغاله زي الصب يا ابني عادي. تسمع ايه بقى؟ والله العظيم مش لازم اسمع ايه، تشغل كل الاغاني. فتله يا ابني قبل ما تمزجني. هسمع. عارف اسمها ايه؟ اشرب شاي. هسمع وهتمزجني في نفس الوقت، مش هضطر اشرب كوبايه شاي 2 في 1. انت بص هقول لك على حاجه من الاخر، بس انت مش عارف اهميه ان انت يبقى في ايدك حاجه خفيفه تصور بيها وبيصور حلو. يعني هو يتصرف لك بقى استك بقى فاهم، وبعدين هو يعمل كده، بيعمل كده مثلا وبيصور من انجل معينه ويعمل كده تاني. ايه لا الاستك هو الحل. الشاي. بعد ما سمعنا رأي كل واحد فيهم، ساعدونا واكتبوا لنا في الكومنتس شايفين مين فيهم كسب النقاش ومين صاحب المنتج الأحسن.